السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يرغب نادي ميلان الإيطالي في تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بالتعاقد مع الدوليين المغربيين يوسف النصيري وسفيان أمرابط. ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية، فإن نادي ميلان شدد رغبته في ضم يوسف النصيري في الميركاتو الشتوي بعد رفض إشبيليا العرض الأول المقدر بقيمة 30 مليون يورو في الصيف الماضي. ومن المرتقب أن تتجه المفاوضات في الطريق الصحيح بعد حاجة إشبيليا لموارد مالية، علما أن الاتصالات بين الطرفين قد انطلقت وفق المصادر ذاتها. وفي السياق ذاته عاد ميلان لمخاطبة ولد سفيان أمرابط الذي اختار عرض مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي على حساب النادي الإيطالي. وأكدت وسائل الإعلام الإيطالية أن عدم سير مغامرة أمرابط رفقة الشياطين الحمر كما خطط لها يميل كفة الميلان الذي يحاول التعاقد معه بنظام الإعارة وبنفس الشروط المتفق عليها بين فيورنتينا ومانشستر يونايتد. وانتقل أمرابط ليونايتد بنظام الإعارة مع احتفاظ النادي بحق الشراء مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها 5 ملايين يورو.